اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو عملته معاكم، وحشتوني بجد. اتعودت عليكم حتى لو كانت المشاهدة صامتة، يعني اللي بيتفرج مش بيتكلم ومش بيعلق ومش بيحط لايك. بس انا برضه اتعودت عليكم، وحابة جدا جدا يعني ان انا اتشاف، حتى لو هتشاف بس مبسوطة بده. مبسوطة ان انا حتى لو المشتركين قليلين جدا والموضوع بطيء قوي جدا معايا. انا عارفة ان هو بطيء قوي قوي، يعني انا قلت جدا جدا كتير في الفيديو ده، بس برضو يعني مبسوطة. ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله ان شاء الله هطلع بيكم واكبر بيكم باذن الله. النهارده تنظيف عميق للمطبخ. هننضف تنظيفة العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين. طبعا يعني كان اخر حاجة بقى عندي، مش هعمل بقى حاجة تاني في الشقة بعد كده. بقى هيبقى التنظيفة بقى اللي هي من على الوش، ونفرش بقى الشقة وكده عشان نستقبل العيد بقى. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنخلصها، يعني نفرشها ونخلصها قبل الوقفة، لان انتوا عارفين بتبقى الوقفة صيام وكده والواحد بيبقى يعني عايز اليوم ده، يعني ليه روحانيات كده خاصة. بيبقى الواحد يعني فرحان بيه اكتر من العيد نفسه. بيبقى يوم يعني عظيم فعلا وجميل، والواحد فعلا بيبقى يعني حاسس ان هو عيد، مش وقفة. فمش عاوزين نضيعه بقى في تنظيف وتنفيض وكلام زي كده. هو على قد يعني ايه ان احنا نعمل فطارنا وترويقه كده على السريع وخلاص، وتبقى الشقه نظيفه، ونخليها ان شاء الله قبل الوقفه نخليها زي الفل باذن الله. قولوا لي بقى انتوا وصلتوا لحد فين؟ خلصتوا ولا لسه؟ مين بدأ مين ما بدأش؟ مين خلص مين ما خلصتي؟ وخلصتوا امتحانات ولا لسه؟ انا لسه معايا اولى ثانوي، اخر حاجه يوم السبت ان شاء الله اللي هو بكره. ربنا ينجحهم جميعا يا رب ويوفقهم، ويا رب يفرحنا بيهم، ما يضيعش شقاهم ولا تعبهم، ولا شقانا ولا تعبنا معاهم يا رب. انا كنت كده بغسل الشبكه بتاعه البوتاجاز، وبعد كده شلت بقى البصل والبطاطس والكلام ده كله من التربو، وغسلته بقى غسله حلوه كده. انا والله يا جماعه كمان يعني في حاجات كتير انا عملتها في المطبخ ما صورتهاش معاكم. انا كنت يعني في حاجات يعني زي الشباك مثلا كده، كنت خلعته ويعني وغسلته، بس ما غسلتوش معاكم عشان انا بخش الحمام وبرجع تاني وكده، فبتبقى يعني ايه الموضوع بيبقى شق عليا شويه. برضو نظفت المطبخ من فوق. شلت كل حاجه ونزلتها ونظفتها تاني. بس برضو ما جبتش معاكم، جبت بعد ما خلصت، يعني وريت لكم المطبخ من فوق، لان هو اصلا يعني ايه ما كانش محتاج قوي من فوق، ما بيتبهدلش قوي من فوق زي من تحت. من تحت بصراحة بيبقى فيه المواعين وكده، يعني الدولاب من تحت اللي هو بتاع المطبخ، هو بصراحة هو اللي بيبقى مكركب، هو الدولاب اللي تحت. عايزة اتكلم معاكم بصراحة يا جماعة. انا يعني شايفة المشاهدات قليلة جدا جدا عندي. التفاعل يعني ضعيف جدا. القناة بطيئة قوي، ما فيش مشتركين. يعني قولوا لي، يعني لو انا المحتوى بتاعي مش حلو، مش عاجبكم، بتتفرجوا مجاملة مثلا، يعني مش عارفة بصراحة اكمل او ما اكملش. انا يعني الفترة اللي انا ما بسجلش فيها الفترة اللي فاتت دي ما سجلتش فيها عشان ما لقيتش تفاعل، يعني ما لقيتش ان المحتوى بتاعي بيتشاف. بس بصراحة في ناس يعني الله يبارك لها بتقعد تشجعني وبيقولوا لي لا كملي، لا يعني خليكي زي ما انتي وكده. وكمان في ناس بتقول لي هو اليوتيوب كده يعني بيبقى بطيء شوية وعاوز صبر. فبصراحة مش عارفة. بنضف انا دلوقتي كده المطبخ من تحت. طلعت كل طبعا الحلل بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي،
ونضفته برضو تنظيفة حلوة كده يعني من الاعماق كده، لان هو بصراحة هو اللي بيتبهدل. انا كان عندي كمان ضلفة في الدولاب دول بتتفتح، يعني كانت وقعت وايه وركبتها تاني، فما بقتش تقفل كويس، فبتدخل بقى تراب، بتدخل تراب على المواعين مهما نضف ومهما اعمل برضو بتدخل تراب. دي طبعا الضلفة بتاعت الخزين. طلعت الحاجات اللي عندي، مكرونة وعدس ورز وحاجات زي كده. نضفتها برضو تنظيفة حلوة كده. فقولوا لي ايه رأيكم في التنظيفة دي، عجبكم التنظيفة بتاعتي دي ولا نص ونص؟ وقولوا لي انتوا وصلتوا لحد فين في التنظيف بتاع العيد. كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم بالخير وباليمن والبركات انتوا واولادكم ان شاء الله. بجد شكرا جدا 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 لكل الناس اللي بتتفاعل، بتحط لايك حتى لو ما حطيتش تعليق. بس يا ريت يا ريت يعني فضلا منكم تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة يعني وتعليق حلو كده يعني منكم. هيفرحني جدا بجد والله. انا هفرح قوي قوي باي حد يخش يحط لي تعليق. والاشتراك والله العظيم بجد لما بيجيلي يعني مشترك واحد بس انا ببقى مبسوطة قوي، ببقى فرحانة قوي ان في مشترك جديد عندي. يعني ان شاء الله هكون عند حسن ظنكم لاي حد جديد عندي. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك، وان شاء الله تحبيني وتستفادي، وان شاء الله نشجع بعض، وان شاء الله نستفاد من بعض، وربنا يجازيكم خير يا رب. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتعليق حلو بقى منكم كده. حاجة كمان هتفرحني جدا ان يعني اي مشترك جديد، يعني اي مشتركة جديدة تعرفني بنفسها، تقول لي هي مين، او يعني تعرفني بنفسها، حتى لو هتصلي على النبي في الكومنتات. يعني صلوا على النبي كده في الكومنتات وفرحوني بتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الحلوة، وشيروا الفيديو، ابعتوه يعني لصحباتكم، لاخواتكم، لامهاتكم. ان شاء الله يعجبكم. يعني احنا يعني انا بيتهيألي كل اللي هيخش عندي على القناة هيبقى يعني ايه، اللي هو نفس المستوى بتاعنا، يعني نفس المستوى بتاعي اللي هو ايه، مستوى واحد. احنا هيبقى مستوانا واحد، فاكيد يعني هنبقى ايه اللي هو بنشجع بعض من غير ما حد يزعل مثلا من حياته مثلا، او يقول لا مثلا انا ما عنديش الحاجة دي. لا احنا يعني اكيد كل اللي هتخش عندي هتبقى نفس حالي ان شاء الله، واحنا حالنا كويس الحمد لله يعني. بس انا اقصد ان فيه يعني ايه قنوات عندها طبعا امكانيات، يعني ربنا يبارك لهم كلهم طبعا، عندهم امكانيات رخام بقى ومثلا وحلل مش عارفة عاملة ازاي، ومش عارفة بوتاجاز ايه وغسالات اطباق ايه والكلام ده. ربنا يبارك ليهم كلهم يا رب. بس مش مستوانا يعني، هو احنا مع الحمد لله الحمد لله احنا هو ده مستوانا. فاكيد كل اللي هتخش عندي هتبقى نفس المستوى، فاكيد مش هتطلع زعلانة او هتطلع متضايقة او هتطلع تقول انا مش عندي الحاجة دي. يعني احنا عايزين نشجع بعض من غير ما حد يزعل من حاله او من حياته، او يقول انا مش عندي الحاجة دي. لا احنا الحمد لله كويسين وزي الفل. وانا يعني انا عملت القناة دي عشان اقول للناس اللي فيه زيك كتير، احنا اهو، انا اهو زيك. ده الوضع اللي هو العادي، يعني 3/4 المصريين اصلا هو ده الوضع بتاعنا. فربنا يوسع علينا جميعا ويرزقنا جميعا ويصلح حالنا. انا هنا كنت انا بصور، فالتصوير مش واضح كويس، لان انا كنت بصور انا بايدي، لان الرنج لايت وقع. والحمد لله يعني وقع جامده بالتليفون. كويس ان التليفون ما هي السكرينه بس اللي اتشرخت، الحمد لله يعني اتكسر. فكنت اضطريت بقى ان انا اصور بايدي، كنت بصور انا بايد وبعمل بايد. وهنا بقى كان نهايه الفيديو. كنت بوريكم بقى يعني ايه النهايه بتبقى. طبعا النهايه دي مريحه جدا للاعصاب. ودي كانت نهايه الفيديو. يا رب ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو بتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.